السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات خواتري خديجه. اليوم غنقدم لكم هذا الكيك اللي بالشوكولا والكريمه ديال الكوك جوز الهند. نتمنىكم تجربوه ودوزوا معايا نشوفوا المقادير والطريقه ان شاء الله. المقادير عندنا حبتين من البيض، 3 معالق من بودر كاكاو، كأس من الحليب، كأس ديال العنبة، كأس من الزيت، كأس من السكر خاشن، علبة الزبادي او اليوغورت، 3 الخمالات ديال 7 غرام، 3 جوج فانيات، قبصة ملح، الدقيق حسب الخليط. دوزو معايا. والمول بحال هذا الشكل دائري، وثم يبقى لكم الاختيار، تقدروا ديروه مربع. نضعوا البيض مع السكر فاني، قبصة ملح، ونخدموهم نخفقوهم. لما نخفقوا البيض نزيدو الزيت والحليب، نخفقوهم تماما. نوضعوا اليوغورت، نوضعوا الكاكاو 3 معالق، دابا غربلت الدقيق وكنديرو تدريجيا بحال هكا شويه بشويه. نوضع الخميره بيكون بودر بحال هكا، بعد ما نحصلوا على الخليط بحال هكا لين مسائش بزاف صافي كنوضعوه في المول. من بعد ما درنا في المول دابا غنوضعوه في الفرن لدرجه 180 حتى 190 حساب 45 دقيقه حتى 50 دقيقه. اما بالنسبه للحشو تاع الكيك ديالنا كنحتاجو نصف لتر ديال الحليب، نصف نعملو فيه هنا 3 معالق من السكر خاشن. هذه الحشو ديالنا ديال الكريمه. ناخذ نفس المقدار 3 معالق من النشا ندوزوهم بهذا الشكل. خلطهم مزيان. نوضعوا لهم ملعقتين ونصف من الكوك وجوز الهند
ملعقتين ونصف بحال ما تشكل. ونوضعهم دابا فوق النار باش نكونوا الكريمه ديالنا. هذه هي الكريمه ديالنا. ملي كنوضعوها في النار، ملي كتبدا يسخن الحليب كتعقد بحال هكا مع التحريك باش ما يلصقش لينا النشا لتحت بحال ما هكا. هذه هي الكريمه ديال الكوك وجوز الهند، كتجي رائعه بالنسبه لي حشو الكيك. من بعد ما كدير لنا فوقها الحك هي وجدات لينا. دابا غادي نحطوها على جانب. اما بالنسبه للكريمه اللي غنوضعوا الفوق، هنا حطينا 2 كيسان تاع الحليب، غنوضعوا عليهم 2 معالق بحال هكا ديال الكاكاو بحال هكا، ما عاملينش بزاف. 2 سنيده نفس المعلقه اللي عبرنا بها الكاكاو نعبروا بها السنيده. 8 الحبات بحال هكا، 2 4 6 8 الحبات ديال الشكلاط بحال ما تشكل. ملعقه بحال هكا ونصف من النشا. غير تعقد لينا بحال هكا صافي كنطفيو عليها. هذه هي الطورطه ديالنا. من بعد ما طابت كنقسمها على 2، نوضع فيها الكريمه ملوز ديال الكوك بحال ما تشكل. من بعد ما نوضعوا عليها الكريمه ديال الكوك ملوز، دابا غادي نحطوا عليها الجهه الاخرى. من بعد ما نوضعوا عليها الجانب الاخر كنوضعوا بحال هكا الكريمه ديال الشوكولا من فوق. من بعد ما كنبقاو نزينو فيها بحال هكا بحال هكا بفرشات عاديه بحال هذا الشكل. في الجوانب نوضعو بحال هكا الكوك ولا جوز الهند. بحال ما تشكل. اما من الفوق نوضعو الشوكولا ديال الفيرنيشيلي. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي على هذا الشكل. نتمنىكم تجربوها. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه تاعي، تابعونا في صفحه فيسبوك شويه وصفات الخواتري خديجه، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.